غيث عصفور تتصدر الترند بعد القبض عليها. فضيحة تهز المغرب وتشهر مواقع التواصل الاجتماعي. فحديثها أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تم توقيف الممثلة والمؤثرة المغربية غيث عصفور مساء يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 في حي عين السبع بمدينة الدار البيضاء. مصادر إعلامية أكدت أن التوقيف جاء بعد بلاغ تقدمت به زوجة رجل متزوج ضبطته برفقة غيث وفتاة أخرى داخل شقة في سارة خاصة. الشرطة انتقلت على الفور للمكان وألقت القبض على الثلاثة ليتم وضعهم جميعا تحت الحراسة النظرية بأمر النيابة العامة، وذلك بتهم تتعلق بالفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية. الخبر انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكام ساعة اللي فاتوا، وأصبح اسم غيث عصفور ترند في المغرب وعدة دول عربية، وسط انقسام في التعليقات بين من ينتقد تصرفها ومن يرى أن الواقع يجب أن يبت فيها قضائيا بعيدا عن التشهير. وحتى هذه اللحظات التحقيقات ما زالت مستمرة، ولم تعلن أي جهة رسمية عن التهم النهائية أو موعد محاكمتها، ما يترك الباب مفتوحا أمام المزيد من التطورات خلال الأيام القليلة القادمة. ولحد هنا الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.